الأخبار الموجزة ليوم الثلاثاء. عقد سمو أمير المؤمنين اجتماعا تشاوريا مع مدراء لجنات العلماء ومساعديهم من مقاطعات قندهار وهلمند وزابل ونمروز وفرا وبكتيكا وبكتيا. التقى وزير الداخلية خليفة سراج الدين حقاني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ماركوس بوتزل ونائب مدير الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان سكوت سميث والوفد المرافق. تم تصدير أكثر من 5000 طن من الصنوبر الأفغاني إلى الدول المختلفة. حسب تصريحات الإدارة العامة للجمارك تم عملية الجمركية ل2548 سيارة وحصل على إيرادات 143 مليون أفغاني من ذلك. تم التوافق بين وزارة المناجم والبترول ودائرة تشييد المساكن لاستخراج الرخام المتصدع والبالي في قرية ترخيل بمنطقة دي سبس في المقاطعة كابول بحضور وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور. حوالي الساعة 7 البارحة أنقذت شرطة شجعان رجل أعمال وطني من براثن الخاطفين البشريين في منطقة تيمان بالمنطقة الرابعة من مدينة كابول. حسب تصريحات بلدية كابول يجري العمل على إنشاء طريقين متصلين في مقطعي با وجيم من منطقة خوشال خان. تم توزيع حوالي 2 مليون أفغاني على 168 عائلة فقيرة في مقاطعة بغلان. قام رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والرياضة العامة والوفد المرافق بزيارة مقاطعة نجرهار.